اديله ادي يا كابتن محمود يا خطيب، وما ترحمش واضرب بيد من حديد. عاجل 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 الكابتن محمود الخطيب قلب عيسى الوزان وقال له يلا بينا، وقال لاتحاد الكرة يلا بينا، وقال لرئيس رابطة الأندية يلا بينا على الفيفا وتعالى وعاجل عاجل عاجل ورسميا ضربة قاضية من الكابتن محمود الخطيب. لسه بيدي بالقاضية الكابتن محمود الخطيب يوجه ضربة قاضية لاتحاد الكرة ولرابطة الأندية المصرية وانسحاب 10 أندية مصرية، والفيفا يصدر فرمان لاتحاد الكرة المصري بحل الاتحاد المصري لكرة القدم وبحل رابطة الأندية المصرية بفرمان أو بعد شكوى الفيفا للاتحاد المصري لكرة القدم بعد شكوى الأهلي في الفيفا. الخطيب خلاص بقى، خلاص مش هندادي، احنا مش عايزين صداع، انتوا هتعملوا لنا صداع، خلاص اخلع يلا بينا تعالى. ده مسلسل العتاولة الجزء الثالث، الاهلي عامل العتاولة الجزء الثالث، واللي يقف قدام العتاولة يبقى على المولى. خلاص بقى ما فيهاش دوري بقى ولا رابطه ولا كاس ولا تشغلوا بالكم ولا تعملوا جدول ولا تشوفوا هيهبط كام فريق. ريحوا بقى دماغكم شويه. الكابتن محمود الخطيب اداكوا اجازه طويله الامد، اداكوا اجازه وريح دماغكم. مش انتوا بتقولوا ان دي حسابات كتيره ويا جدعان المسؤوليه؟ اهو عفاكوا عن المسؤوليه واداكوا اجازه بدون مرتب. عيدوا في البيت بقى. اتحاد الكرة بقى يعيد في البيت بقى، يعمل ايه؟ امسكوا الدورات الرمضانية، ده لو عرفتوا حتى تديروها، يعني لو عرفتوا حتى تديروا الدورات الرمضانية يبقى خير وبركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمسي على كل اخواتي الاهلاوية اللي منوريني دايما. بتمنى منكم دعم الفيديو بلايك وشير وكومنت، دعما منكم لاخوكم رامس الاهلاوي. وتعالوا نشوفوا عيسى الوزان او الكابتن محمود الخطيب سابقا عمل ايه في اتحاد الكرة المصري وعمل ايه في رابطة الاندية المصرية، وشكوى الاهلي لدى الفيفا كركبت الدنيا في الدوري المصري. ولا هنشوف بقى اعادة ماتش اهلي وزمالك، ولا هنشوف الزمالك، ولا هنشوف الماتشات، ولا هنشوف دوري مصري. وعليا وعلى اعدائي خلاص على الكل ويلا بينا. انا كده مش مستفاد حاجة. لا الرعاة بتاعي، يعني الرعاة بتوع النادي الاهلي اصلا مش مستفادين حاجة من الدوري المصري. الرعاة بتوع النادي الاهلي حطوا اسماء شركاتهم على تيشيرت النادي الاهلي مش عشان الدوري المصري، مش عشان الاهلي بيروح يلعب في طنطا ويلعب في مركز مطوبس مع كامل الاحترام. لا، الرعاة اللي على تيشيرت النادي الاهلي ده عشان بيلف العالم بيهم، بيلف افريقيا وبيلف الوطن العربي في المباريات الرسميه والغير رسميه، في المحافل الدوليه. تيشيرت الاهلي بيلف كاس العالم للانديه، تلاقي الانتركونتيننتال، تلاقي دوري ابطال افريقيا، تلاقي بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج بقى. فتعالوا كده ناخدوا الموضوع بالتفاصيل الدقيقه. انا عايز لايك وشير وكومنتات كتير، وحابب كومنتاتكم، وحابب اشارككم في التعليقات وندردش مع بعضينا ونشوف الخبر مصدره ايه وجاي ازاي. المهندس عدلي القيعي في بيان عاجل في قناة النادي الأهلي بيقول لك الأهلي يمتلك خطابات رسمية بإقامة مباراة القمة بحكام أجانب وتأجيل المباراة لمدة 2 ساعة، وينتظر حاليا لعب المباراة بتحكيم أجنبي، وأي حل عدا ذلك فالعواقب ستكون وخيمة. ده أول هام اتكلم عليه الأستاذ عدلي القيعي. وبسبب شكوى الأهلي في الفيفا أو شكوى الأهلي اتحاد الكرة المصري في الفيفا والخطابات اللي بيملكها اللي بتخص مباراة القمة وغير لقاءات القمة، في خطابات كتير اتعدت في الأيام اللي فاتت دي. احنا ما كناش نايمين ولا كنا مستنيينكم. انت فاكر كابتن الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي قاعد عامل كده؟ يلا والنبي يا فيفا، يلا والنبي يا اتحاد يا كرة، عيد الماتش، يلا أنا مستني قرارك. مستني مين يا اسطى؟ مستني مين يا ضحكوا؟ انا سايبك على جنب وعمال ارزع في خطابات، كل خطاب وخطاب من الخطيب بقى. ما هو الخطيب. فشوف انت بقى الخطوات هتبقى عامله ازاي. وارسال الشكاوي للفيفا
والفيفا بعد مراجعة الشكاوي يهدد إلغاء النشاط الكروي في مصر، ده قبل حل الاتحاد الكرة المصري وحل رابطة الأندية المصرية حين البت في الأمور. عليا وعلى أعدائي، لأن أصلا الرابطة المصرية غير شرعية يا راجل. ده عماد متعب اللي كان أحد أعضاء الرابطة بقاله سنة ونص ملوش علاقة بالرابطة، واتشال من الرابطة بدون علم الناس. يعني بيشيلوا ويحطوا اللي هم عايزينه. مفيش انتخابات أصلا، دايرة جمعية ودايرة، واللي عايز يقعد على الكرسي ده اتفضل. كراسي موسيقية شغالة، ده يريح من هنا يروح هنا، ده يقعد هنا، والاوراق ولا شاغلين بالكم بالاوراق وفرحين بس تخبوا خطابات. تخبوا خطاب الكاف اللي وصل للنادي الاهلي بخصوص دوري ابطال افريقيا 2022. على فكرة ده من ضمن الخطابات اللي ارسلها النادي الاهلي للفيفا. ده في بلاوي يا حبيبي، ده احنا خلاص بقى. ما قلت لك يلا بينا عيسى الوزان. كابتن محمود الخطيب قلب عيسى الوزان، خرب الدنيا خالص. العتاولة يا جدعان الجزء الثالث، وهم دول العتاولة نصور النادي الاهلي، واحنا ورا الكابتن محمود الخطيب قلبا وقالبا. لان زي ما قلت لك يا بائس يا محلي، ولا بوستاتك ولا تحفيلك ولا تريقتك هتأثر فينا، لان احنا مش شايفينك ولا شايفين بوستاتك ولا شايفين تريقتك ولا شايفين تحفيلك ولا شايفين الثلاث نقط حتى اللي لسه ما اتحسبوش. يا ابني ده يكفي ان اصلا اتحاد الكرة ورابطة الاندية بيحاولوا يعلنوا ان هم احتسبوا الاهلي منسحب على استحياء. خايفين للدرجة دي، الاهلي مخوف ومرعب. يعني خايفين ينشروا ان الاهلي احنا خايفين ينشروا قرارهم. هم بيقولوا ان القرار صح والقانون تمام والاهلي منسحب. طب ما تنشر يا حبيبي. بقالك يومين ما كتبتش اي حاجة ولا نشرت الحاجة اللي انت شايفها صح. انا ما شفتش صفحة اتحاد الكورة او قرار نزل او بيان نزل، لان لو نزل هيبقى ترند في الصفحات. ما شفتش صفحة زملكاوية جاية بتحفل بقرار اتحاد الكورة ان خلاص اعتبر الاهلي منسحب رسميا والثلاث نقط للزمالك. كلها كلام وكلها تسريبات علشان خايفين ينزلوا بالخبر صريح. انت خايف يا ابني، مش انت على حق؟ ما هو اللي على حق ما بيخافش. طب انت خايف ليه؟ هم يضحك وهم يبكي. اللي على حق ما بيخافش. زي ما النادي الاهلي نشر بدل البيان 1 و2 و3 وبيتكلم على قناة النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي وصناع محتوى النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بيتكلم بالبنط العريض. الماتش ده يتعاد لان مفيش شرعيه لان الماتش يتلعب بدون حكام اجانب بناء على اشتراط الفريقين واتحاد الكوره ورابطه الانديه. فاحنا بنتكلم بقلب، ومجلس اداره النادي الاهلي بيتكلم بقلب وبخطابات رسميه وببوستات على طول صريحه. انما انت كاتحاد الكوره مش شايف ان الاهلي غلطان؟ مش شايف ان الاهلي منسحب؟ مش ده قرارك وده القانون؟ ما نشرتش ليه؟ ما هو الواضح والصح ما بيخافش من حد وبينشر، زي ما انت نفسك عملت يا اتحاد الكوره لما الزمالك انسحب. على طول في ساعتها اتحاد الكوره لزق للزمالك في وشه كده ولزق للزملكاويه في وشهم ان قرار انسحاب الزمالك هيعاقب عليه بخصم 3 نقط، والزمالك اعتبر منسحب والاهلي اخذ ال3 نقط. في ساعتها احنا بقالنا يومين انت ما تقدرش تعمل الكلام ده عشان انت خايف، عشان انت عارف ان القصة مش كاملة ومش صح. ورا النادي الاهلي الدوري مش هيتلعب بالشكل ده، مش راضيين عن القصة اللي انتوا بتحكوا فيها، وورا مجلس ادارة النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، وراك شعب النادي الاهلي. سلام.